عاجل. الفيفا تفاجئ ياسين بونو بقرار مفاجئ بعد الفوز على البرتغال. حصد ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي لقب رجل مباراة منتخب بلاده ضد البرتغال مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022. وسطر منتخب المغرب إنجازا تاريخيا ببلوغ نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على البرتغال بنتيجة هدف لصفر ضمن منافسات ربع النهائي. ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز لياسين بونو الذي تصدر لأكثر من كرة خطيرة من نجوم البرتغال، وليوسف نصيري الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 42. ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من المباراة التي ستجمع المنتخب الفرنسي حامل لقب كأس العالم ونظيره الإنجليزي. ونجحت 3 منتخبات إفريقية من قبل في بلوغ دور الثمانية بكأس العالم، وهي الكاميرون والسنغال وغانا، لكن أسود الأطلس أصبحوا اليوم أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للمربع الذهبي. وقدم منتخب المغرب مسيرة متميزة في مونديال قطر، حيث تصدر مجموعته ب7 نقاط من التعادل سلبيا مع كرواتيا ثم الفوز على بلجيكا ب2 لصفر وعلى كندا ب2 لواحد ثم الفوز التاريخي بركلات الجزاء الترجيحية على إسبانيا في دور ال16.